اسمعوا الجملة دي كويس. لو مفيش فاير بليد ما كانش هيبقى فيه سوبر سبورت بالشكل اللي نعرفه النهاردة. الجملة دي مش مبالغة. موتوسيكل واحد كسر القواعد وكسر السوق والمنافسين، من وزن ملوش مثيل لقوة فوق المتوقع، لحد التصميم اللي الشركات قعدت سنين تقلده. ولو عايز تعرف هي ازاي بدأت وازاي وصل لمرحلة انه هو يبقى أقرب حاجة للموتوسيكل موتو جي بي قانوني للشارع، اربط الحزام. الرحلة دي هتغير رأيك في السوبر سبورت للأبد. سنة 92 نزل الموتوسيكل اللي قلب الدنيا. موتوسيكل مش شبه أي حاجة، ولا حتى الشركات كانت مستوعبة هو اتعمل ازاي. الاسم بتاعه فاير بليد، ده جه من ترجمة غلط لكلمة معناها برق أو لايتنينج. بس مهما كان أصل الاسم، النتيجة كانت أسطورة. المهندس اللي ورا المعجزة دي اسمه تاداو بابا، أو كانوا بيقولوا عليه بابا سان. الراجل ده كان عنده هوس مرضي بحاجة اسمها الوزن. كان بيؤمن إن الخفة بتساوي القوة الحقيقية، مش القوة مكتوبة على الورق بس. بابا سان ساعتها قال أنا مش عايز أقوى موتور في الدنيا، أنا عايز موتوسيكل أقول له يروح يمين يروح، عايز يخش كورنر يخش، بمعنى صح التوتال كنترول. وده كان شعار الفاير بليد ساعتها. والمواصفات اللي كسرت الدنيا وقتها: موتور 893 سي سي بقوة 122 حصان ووزن 185 كيلو بس، والجنط أمامي 16 بوصة عشان الوزن يبقى قليل، والتصميم بتاعه ضيق وخفيف والثبات بتاعه ممتاز، والموتوسيكل فيه رشاقة غير مسبوقة. قبليها كان السوبر سبورت كان ضخم وتقيل وكان بيحارب نفسه. الفاير بليد ساعتها خفيف لدرجة إن هو كان بيتفوق على ال 1100 سي سي وال 1000 سي سي في الكورنرز بكل سهولة، والجمهور اتجنن. ومن هنا اتولدت الأسطورة. بعد ما البليد ولع الدنيا، هوندا عملت أول تحديث مهم، لأن الناس ساعتها قالت إن الموتوسيكل خفيف بزيادة. فبدل ما يغيروا الجنط بتاعه ال 16 بوصة، عدلوا الشوك الأمامي بتاعه وضافوا ليه كومبريشن دامبنج. بس أهم حاجة الشكل بتاع الموتوسيكل في المطلق اتغير. عملوا المصابيح جديدة وبشكل حاد بيبصلك كده زي عين النمر، ومن هنا جه الاسم بتاعه التايجر ايز. وكان الموتوسيكل ده كان فيه لون أسطورة جدا، والناس لحد دلوقتي بتدفع فيه ذهب. اللون ده اللي هو اسمه اوربن تايجر، ده من اجمد نهايات الفاير بليد في التاريخ. المواصفات بتاعت الجيل ده بقى ونفس الموتور بتاع الجيل اللي قبليه 893 سي سي، القوة بتاعته 124 حصان والوزن 185 كيلو، والشكل بتاعه أحلى والثبات أحسن والفرامل أفضل بكتير. هو تحسين صغير بس مؤثر. والجيل اللي بعد كده سنة 96 هوندا فهمت إن الجمهور بدأ يتضايق من عدوانية الفاير بليد، فقالوا هنخليها كده هنكبر الموتوسيكل وهنثبته أكتر ونخليه رايق يعني. التغييرات عملوا فيه؟ خلوا الهاندل بتاعه أعلى بحوالي 10 مللي، والكرسي أعلى ب10 مللي، والفيرنج بتاعه أكبر، وشاسيه أنشف، وخلوا فيه هندسة توازن محسنة جدا، والموتوسيكل بقى أريح وأثبت. واهم تعديلات على الموتور الجديد: هو بقى 918 سي سي، والقوه بتاعته 126 حصان، والعزم بتاعه بقى احسن، والوزن اقل بقى حوالي 180 كيلو. والجيل ده كان انضج واكثر ثباتا، بس فقد شويه من الجنون بتاع الموديل 92، وده اللي خلى بعض الناس تزعل، بس معظمهم اتبسط من الاتزان الجديد. وسنة 98 و99 وبعد 6 سنين بلا منافسة، نزل الياماها R1. وخلاص ساعتها الدنيا اتقلبت. الار 1 دخل السوق وقال انا الاقوى والاخف والاسرع، وهوندا حسوا بالضغط فحسنوا الشاسيه وزودوا قوه الموتور والوزن والتصميم. بس النتيجه ما كانتش كفايه. الجمهور بدا يقول ان البليد بقت سبورت توري، وده كان اكبر اهانه لهوندا، فكان لازم ثوره. وجت سنه 2000 بعد ما الار 1 كسر الدنيا في 98 و99، هوندا قررت ترجع اللعبة كلها من الأول. وسنة 2000 قالت للعالم الفاير بليد رجع، بس أقوى وأخطر. الجيل ده اتعمل من الصفر، وما كانش مجرد تحديث، ده كان إعادة اختراع. الموتور الجديد 929 سي سي، والقوة بتاعته 151 حصان، والعزم بتاعه 76 نيوتن متر، وكان فيول انجكشن، والاستجابة بتاعته أنعم، والسحب بتاعه عالي جدا. واهم حركه عملوها ان هم خلوا الشاسيه بتاعه امتن او اصلب، والخروج من الكورنرز بتاعه بقى اقوى، والثبات اعلى، والوزن اقل، والسنتر اوف جرافيتي بتاعه بقى افضل.
وفي تغيير مهم جدا عملوه ان هم خلوا الجنط الامامي اخيرا 17 بوصه بعد سنين من التجربه مع بابا سان مع 16 بوصه. فقالوا له شكرا كده يا بابا، بس خلاص نرجع للطبيعي بقى. الوزن بتاعه كان 170 كيلو بس، خفيف جدا ورشيق وخطر جدا. والتجربة بتاعته ال 929 ار ار كان صاروخ، لدرجة إن الناس قالت الفاير بليد رجع اللي احنا عارفينه بس بنسخة مودرن. كان منافس ند لند بالار 1، بس لسه برضه في خطوة ناقصة، والخطوة دي اتعملت سنة 2002. السنتين 2002 و2003 هي اللحظة اللي الناس كتير بتسميها أفضل فاير بليد في التاريخ. والسبب إيه؟ كل حاجة في الموتوسيكل ده كانت مظبوطة بمعادلة مش طبيعية. الموتور بتاعه 954 سي سي، والقوة 155 حصان، والعزم 77 نيوتن متر، والوزن جاف 168 كيلو بس، أخف من السي بي ار 600 اف 4 اي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هاندلنج مرعب واستجابة ممتازة ومتعة سواقة مش طبيعية. حتى ساعتها الصحافة قالت عليه إن هو واحد من أخطر الموتوسيكلات للمبتدئين، وناس كتيرة ركيبة قالوا إن ده الموتوسيكل المثالي، وناس قالت إن هو عمل فني. والأهم من كل ده إن ده آخر فاير بليد من تصميم بابا سان قبل ما يسيب المشروع، وكان فخور جدا بيها لدرجة إن هو اشترى واحدة وحطها في الجراج بتاعه. ال 954 كان أخف وأنعم وأقوى وأهدى وأمتع، وكان أرشق فاير بليد قبل ظهور الإلكترونيات. كان جوهرة حقيقية. وهوندا بعديها دخلت في مرحلة جديدة. 2004 2005 المشروع ساعتها اتنقل لل HRC، والنتيجة كان فاير بليد بروح الموتو جي بي. الموتور الجديد 1000 سي سي، قوة 169 حصان، والعزم 85 نيوتن متر، ودول انجكشن، والبلوك بتاعته أقوى، والشاسيه مستوحى بالكامل من الار سي في 211 في اللي هو بتاع الموتو جي بي. وكان السوينج ارم بتاعه طويل شوية، والهاندلنج بتاعه ثابت بطريقة مش طبيعية، والاكزوست بتاعه كان تحت الكرسي. المشكلة كانت في إيه؟ القوة كانت موجودة بس الشخصية كانت قليلة. المنافسين بتوعه في الوقت ده ال R1 والزد اكس 10 R والجيكسر 1000 كانوا أكثر شراسة منه. البليد كان قوي بس كان مؤدب شوية. فجت سنة 2006 وعملوا شوية تعديلات. بعد كده هوندا قررت ترجع الروح حتى لو الأرقام مش أعلى. عملوا إيه؟ عملوا 3 حصانة زيادة، والرير سبروكت أو الترس الخلفي خلوه أكبر، بالتالي الأكسلريشن بتاع الموتوسيكل هيبقى أسرع، وحسنوا البريك بتاعه شوية، والشكل الأمامي بقى أشرس، والعزم أحسن، والصوت بتاعه أنعم. التجربة العملية بتاعته هو بقى أحسن بكتير من موديلات 2004 و2005، بس لسه مش الوحش رقم واحد. وبعد كده في 2008 كانت سنة تغيير جذرية. 2008 و2009 ده الجيل اللي الناس قالت عنه يا إما تحبه يا إما تكرهه. التصميم اتغير تماما. العادم اللي تحت الكرسي اختفى وبقى في الجنب. المقدمة بتاعت الموتوسيكل بقت صغيرة، والشاسيه أرفع، والفيرنج مختلف 100%. في ناس قالت إن هو مش قد كده، وناس قالت إن هو تحفة، بس الكل اتفق على حاجة واحدة بس، إن هو الأداء كان خرافي. الموتور 1000 سي سي، وقوة 175 حصان، والعزم 84 نيوتن متر، والشاسيه بتاعه جديد، والوزن أقل، والرشاقة أعلى، والثبات أعلى. والنتيجة على التراك كان وحش، وعلى الطريق كان أفضل من سوبر سبورت في الفئة بتاعته. حتى كان في ناس زعلانة من شكله، بس لما جربوه سكتوا. 2010 و2011 هوندا كانت بتواجه أزمة اقتصادية، فقالت إحنا هنحسن اللي موجود عندنا. فعملوا إيه؟ عملوا كرانك أقوى، وخلوا الفلاي ويل أكبر، ده بالتالي هيؤدي إن هو هيبقى سلس أكتر معاك. وحسنوا شوية في الشكل بتاعه، وحسنوا في الثبات شوية. بس ما كانش فيه إلكترونيات، وده كان بدأ يبقى مشكلة، لأن البي إم كانت بتحضر للصدمة الكبرى، الاس 1000 ار ار. من 2012 ل 2016 كانت نفس دورة الحياة بتاعة الهوندا سي بي ار 1000 ار ار. الشكل أحسن، والهاندلنج أحسن، وعملوا له شاشة ال سي دي، والعفشة بي بي اف، والثبات كان ممتاز، والقوة ثابتة هي 175 حصان. المشكلة كان إيه؟ ما كانش فيه تراكشن، وما كانش فيه ويلي، وما فيش اي ام يو، وما فيش أي إلكترونيات خالص. ساعتها الار 1 والكawasaki زد اكس 10 ار والبي ام اس 1000 ار كلهم كانوا داخلين على مستقبل جديد، والبليد واقفة مكانها.
والناس بدأت تقول إن الفاير بليد جميل بس بقى اولد سكول، وكان لازم يحصل تغيير جذري. وبعد 25 سنة من أول فاير بليد، هوندا قالت إحنا مش هنلعب لعبة القوة، إحنا هنرجع المعنى الحقيقي للفاير بليد. والجيل ده كان أول مرة يبقى خفيف وقوي وذكي في نفس الوقت. الموتور كان 1000 سي سي وقوة 189 حصان، والعزم 73 نيوتن متر، والصوت بتاعه أعلى والاستجابة أحسن. والوزن بتاعه ده الجيل اللي كان هدفه الأساسي الدايت. هوندا شالت وزن من كل حتة وعملت التانك تيتانيوم والعادم تيتانيوم، والفريم بتاعه أخف، وفي أجزاء تانية جواه أخف، لحد ما بقى الموتوسيكل ده واحد من أخف ال 1000 سي سي اللي في العالم. وده كان أول فاير بليد في تاريخ هوندا يبقى فيه تراكشن كنترول وويلي كنترول والإنجن بريك كنترول والباور مودز والكويك شيفتر. وكان بينزل بكذا فئة: السي بي ار 1000 ار ار ستاندرد، والاس بي ده أعلى شوية، والاس بي 2 نسخة سباق حقيقية جاهزة للتعديل. الفاير بليد في الوقت ده كان رشيق وخفيف وسريع وثابت وفيه تكنولوجيا، وفي نفس الوقت بيحافظ على الروح بابا سان القديمة. بس رغم ده المنافسة كانت مولعة بين الكawasaki والياماها والسوزوكي والبي ام اس 1000 ار ار اللي كان عامل رعب في السوق ساعتها. فهوندا فهمت حاجة مهمة جدا، إن هي لو عايزة ترجع للقمة لازم تعمل موتوسيكل مش بس قوي، لأ ده قوي لدرجة مش طبيعية. وده اللي حصل في 2020. في بقى اللحظة اللي هوندا قالت فيها كفاية احترام، يلا نلعب بجد. نقطة التحول الحقيقية في تاريخ الفاير بليد. الموتوسيكل ده مش مجرد تطوير للجيل القديم، لا لا لا، ده اتبنى من الصفر بهدف واحد: إن هما يعملوا أقرب حاجة لموتوسيكل موتو جي بي بس يخلوها قانوني للشارع. موتور 1000 سي سي وبيطلع 215 حصان، والعزم 83 نيوتن متر، وده نفس أسلوب تصميم المواتير بتاع الار سي في 213 في بتاع موتو جي بي. والإحساس بتاعه الموتوسيكل ده ما كانش سوبر سبورت بس، ده كان مدفع آلي. الشاسيه أخف وأمتن وتوزيع وزن مثالي وسوينج أرم أطول، والفريم بتاعه أنحف ومركز الجاذبية بتاعته دقيق جدا، والهاندلنج بتاعه هجومي بشكل واضح. وكان فيه جناحات اللي هي الوينجلتس، وكان فيه الأنتي ويلي اللي هو بيمنع الرفض وبيدي ثبات مرعب بعد 250 كيلومتر في الساعة، وبيحسسك إن الموتوسيكل لازقة في الأرض. وفي مساعدة في الفرامل وبيحسن دخولك في الكورنرات. والإلكترونيات اللي كانت فيه كانت من أعلى مستويات الإلكترونيات اللي كانت في العالم. كان في تراكشن كنترول متطور جدا، وفي ويلي كنترول والسلايد كنترول والكورنرنج اي بي اس ولانش كنترول وكويك شيفتر وانجن بريك مودز وفي باور مودز. والتجربة الفعلية بتاعته لو انت مش داخل تراك هتستخدم نص قدراته بس، ولو انت داخل تراك هتفهم معنى كلمة فاير بليد بعد ما تجنن. التريبل ار هو مش معمول للمبتدئين ولا حتى للمتوسطين، ده الموتوسيكل بيقولك يا صاحبي انا معمول لحد عايز يتسابق. خلاصة إن الفاير بليد 2020 هو أكبر تطور حصل من 30 سنة. هو مش بس أسرع، ده أذكى وأخف وأرفع، وأقرب حاجة للطراز بتاع الموتو جي بي تقدر تشتريه بفلوس. ولو وصلت لحد هنا فأحب أقولك إنك لسه خارج من رحلة مدتها 30 سنة، رحلة موتوسيكل بدأ بفكرة وبقى أسطورة. الهوندا فاير بليد مش مجرد موتور، ده قصة عن هوس، عن مهندس آمن إن الخفة أهم من العضلات، وعن شركة رفضت تفقد هويتها رغم إن الدنيا كلها كانت بتجري ورا الأرقام. من أول نبضة في موديل 92 لحد التريبل ار، الفاير بليد فضل ثابت على مبدأ واحد: القوة الحقيقية هي القوة اللي انت تقدر تتحكم فيها. ولو الفيديو ده خلاك تبص للموتوسيكل بنظرة مختلفة، أحب أقولك إن ده مجرد جزء صغير من اللي موجود في عالم السوبر سبورت. وفي الفيديو الجاي هندخل أعمق ونحكي قصة جديدة، قصة هتعرف منها إن كل شركة وكل منافس ليه فلسفة وليه معركة وليه أسطورة بتاعته خاصة. استعدوا لأن اللي جاي أقوى.